بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة مريمينا مفرح القلوب. لأني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخف أنا أعينك. رسالتك النهاردة من القديس العظيم سريع الندهة الشهيد ماري جرجس، جايلك برسالة يطمنك ويقولك إلهك سمع صلاتك وهيستجيب ليك. كل مشاكلك وأحزانك هتنتهي خلاص، هتبدأ الأفراح والحلول السماوية. يسوع هيغير لك الواقع اللي انت عايش فيه لواقع أجمل بكتير جدا. هترتاح وهيشيل عنك كل قلقك ومخاوفك. يسوع عارف موضوعك اللي شغلك وبيطمنك، ما تخافش، هيتحل وهتتعوض بكتير. هيفتح لك 1000 باب غير الباب اللي اتقفل قدامك، وستأخذ ما يتمناه قلبك. هيفيض عليك بالعطايا الجميلة، هيفيض عليك بالخير. يسوع هو ملجأك وقوتك، هيخلق لك الفرحة من عمق أحزانك وهيجبر كسر قلبك. وكل اللي جايلك وانت معاه خير وأفراح كتير. تأكد مفيش حزن أو وجع جواك يسوع مش حاسه، ومفيش قلق ولا خوف من شيء في حياتك هو مش عارفه. فانتظر المطر الخاص بيك الآتي على حياتك، بس انت اثبت في إيمانك ورجائك وما تفقدش ثقتك في إلهك. تأكد هتنسى كل الحزن والألم اللي شفته، لأن يسوع متخصص في علاج الجروح المستخبية اللي محدش أساسا حاسس بيها غيرك. هو الوحيد اللي بيسمع الكلام اللي مش عارف تقوله أو تعبر عنه. هو الوحيد اللي عارف مشاعرك وإحساسك، وعارف كمان ضغوطاتك النفسية، وهيطمنك ما تقلقش، هيريح بالك لأنك أنت موضع اهتمامه، ولأن هو له كل المجد، مصدر الراحة والأمان والسلام وسط هذا العالم المضطرب. ما تخافش، بكرة الهم هيزول، لأنه الوحيد اللي عنده الحلول لكل مشاكلك، وبيرتب ليك أمور أنت لا تفهمها الآن. فأترك كل أحزانك واطلبه وقت الضيق، وهو له كل المجد بإيديه كل أحوالك. انتظر ربنا وعمله وما تخافش أبدا طول ما انت معاه، لأنه هو ضامنك وحمايتك والمستقبل مضمون فيه. هيرتب لك أمرا عجيبا. اوعى تستسلم لليأس. لو انت مش قادر أكيد ربنا يقدر. احلم وخليك واثق انك تقدر تحقق حلمك بإلهك يسوع المسيح. هو قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. فلو أنت تعبان ومستنزف ومثقل بأحمالك، روح ليسوع المسيح، وهو أبدا مش هيكسر بخاطرك. هيبدل ويغير الظروف في لحظة، واللي كنت فاكره مستحيل هيحصل وهتلاقيه اتحقق. هينجيك لأنك اتعلقت بيه، هيرفعك لأنك عرفت اسمه، هيكون معك في وقت ضيقتك ويخلصك وستمجده، ومن طول الأيام سيشبعك وسيريك خلاصه. سيكون معك لأنك غالي قوي عنده. يسوع بيحبك جدا، ثق فيه. خلي عينك دايما لفوق، وهو له كل المجد هيمشيك على المية. سيبه يعمل إرادته، هتلاقي اللي بيعمله أحسن وأجمل بكتير قوي من اللي انت طلبته. فهو الرب
الذي لا يخزي منتظروه. ربنا جميل وعظيم، اطمئن، مهما طال الوقت سيعطيك الخير وهيجيب لك حقك، مكتوب عنه مجرى الحق والعدل لجميع المظلومين. فاتكل عليه من كل قلبك وثق في حكمته وآمن بمشيئته وبأنه هو الوحيد القادر على حمايتك. سيب القلق والخوف وعيش يومك وانت متأكد ان ربنا مش هيسيبك ولا هيشمت حد فيك. ثق ان إلهك لا ينسى ثقتك الدائمة بأنه هو عونك والمدبر لحياتك، لذلك لن يتركك أبدا. هو قادر في لحظة واحدة يغير مسار حياتك ويفرحك ويعوضك، لأنه حاسس بيك هيستجيب. اطمئن جدا، بعد الضيقة في فرحة وأيام حلوة، فهو يصنع عظائم لا ندركها، وكل من يؤمن به لا يخزى، لأن كثيرة هي أمانته. قريب هو الرب ويملأ قلبك سرور لأنك غالي عليه. اطمن، دي الآية بتقول: أحاط به ولاحظه وصانه كحدقة عينه، وقال: إن من يمسكم يمس حدقة عيني. فاطمئن، هترتاح في حضن يسوع وهتسلمه دفة حياتك وهيشيل عنك كل ثقل وكل حمل. مش هتبقى عايل هم حاجة ولا خايف ولا قلقان من حاجة. هل توكل أحد على الرب فخزي؟ ما أعظم وجوده في حياتنا. اوعى تفقد ثقتك، إلهنا إله الهزيع الرابع، ولو تفقد كل قوتك هتشوف قوته وقدرته وعظمته. انت في ايد أمينة، هي ايد يسوع المسيح القوية، لذلك لا يستطيع الشيطان أن يقترب منك، لأنه يعرف جيدا يد إلهك هو الوحيد له كل المجد اللي يقدر على حمايتك من كل شر، ويعرف ما لا تعرفه أنت عن نفسك. هو القوي القادر على حمايتك، فلا ترتعب مهما أصابتك تجارب. الآية بتقول: وكان الله معه وأنقذه من جميع ضيقاته وأعطاه نعمة وحكمة. الآية دي كانت على يوسف، إن ربنا ما سابوش وأنقذه من كل ضيقة وخرجه منها. ومش بس كده، حول كل شر لخير كبير في حياته. يسوع أنقذه ولم يتركه، رفعه وعلاه وأعطاه حكمة، وبقى هو الرجل الثاني في مصر. ربنا ما سابوش لأنه اتكل عليه وتعشم فيه وكان واثق في قدرته. انت كمان إلهك مش ممكن هيسيبك ولا هيتخلى عنك، فاطمئن جدا. آمين. بركة وصلوات القديس العظيم ماري جرجس تكون معانا كلنا. ربنا يبارك حياتكم ويفرح قلوبكم. قناة ماري مينا مفرح القلوب.